السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة يشوف قناتي ما ينساش يفعل زر الجرس واشترك في القناة ليوصلكوا كل جديد. ما شاء الله، الله اكبر. شوفوا الجمال والحلاوة دي. من 5 فرخات هتعملي كذا وجبة ما شاء الله، يبقى عندك لحوم طول الشهر. ما شاء الله، الله اكبر. قبل ما نبدأ كلامنا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. يلا نخش الفيديو ونشوف الجمال ده احنا عملناه ازاي. معايا حوالي 5 فرخات. الوزن طبعا يكون حد ادنى 2.5 عشان تقدري تطلعي الوجبات. اول حاجة هشيل الكبد والقوانص بتاعتنا، وتشيلي الدهون، اي دهون على القوانص شيليها، بلاش تسيبيها، ماهيش صحية. وهنغسلها كويس ونشيلها على جنب. هنبدأ بقى نخش على الفراخ بتاعتنا وهنشوف هنعمل فيها ايه. هنمسك فرخة فرخة كده، تنضفيها من اي ريش، وتشيل الجلد بتاع الزور، وتشيل المنطقة اللي هي بين الوركين دي، المناطق فيها الزفارة بتاعت الفراخ، واغسليها كويس جدا. تكوني محضرة طبق اللي هتنضفيها كويس هتحطها فيه. وكده بعد ما خلصنا كمية الفراخ بتاعتنا نضفها كويس، هنشيل اي زوايد في الحوض بتاعنا، وهنجيب طبق الفراخ اللي احنا نضفناه اللي احنا حاطينه فيه، هننضفه تاني كويس جدا. وبعد كده نقطع قطع اللي هي اللي في الاول بتاعه الزور. هكمل الكميه وارجع لكم تاني. قطعت معاكم واحده وارجع لكم تاني. وبعد ما قطعت الكميه بتاعه الفراخ، هنحط بقى محلول النقع بتاعنا، عباره عن كوبايه دقيق ذره، ورشه ملح كبيره، و3 معالق سكر، وطماطميه طريه كده حلوه، وعصرة 3 ليمونات كبار. بلاش تحطي الخل ما بيتحطش يتنقع بيه فراخ او يتنقع بيه فيه اي حاجة، عشان لو حطيتيه في الفراخ وحطيتي الفراخ في الفريزر، العظم بتاعها لما بتركنيه بيسمر. فهنغسل كده الفراخ كويس وندمجها في المية من الدقيق والطماطم. الطماطم على فكرة بتمنع زفارة الفراخ وبتمتصها. ما شاء الله. هسيبهم بقى لغاية ما اخلص اللي ورايا وارجع لكم تاني. وبعد ما خلصت اللي ورايا هنغسل الفراخ واحدة واحدة، هشطف البلاستيكة كده كويس، وارجع بقى امسك فرخة فرخة. وكده الفراخ بتاعتي ريحتها حلوة وجميلة ومتنضفة وكويسة، واقدر ان انا احطها سليمة كمان في قلب الفريزر بعد ما تصفى من المية بتاعتها، تعبيها في اكياس لو انت هتشيلها بحالها. شوفوا الجمال. يلا ننضف الحوض بتاعنا بعد ما خلصنا تنظيف الفراخ من ريحة اي زفارة فيه، ونكون نضفناه وريحته تكون حلوة جنبنا قبل ما ندخل ونكمل الفيديو بتاعنا. وبعد ما غسلنا الحوض كده وشطفناه كويس، هندخل بقى على الفراخ بتاعتنا. المقطع بتاع الفراخ، مقطع التقطيع هو اتحذف، بس انا حاولت اشرح على فرخة واحدة، فيا رب تستفادوا وتفهموا من الشرح بتاعي. هجيب الفرخة بتاعتنا وهقطعها كويس، هفصل الدبابيس عن الورك. والدبابيس دي هنعملها طبعا كنتاكي. ومعانا بقى الصدر الفرخة، هنفصل الزور عن الصدر وهنخليه كويس عشان نطلع منه بانيه وشاورما وستريبس. والأجنحة هتبقى كنتاكي مع الدبابيس، تبقى ما شاء الله طعمها حلو. أو ممكن تحطيها في صينية بطاطس. فصلنا كده الصدر كده سهل وبسيط. طول ما الفراخ كبيرة طول ما الصدر هيطلع معاكي وهيديكي كمية وفيرة جدا. ما شاء الله. قطعنا بقى وخلينا الصدر بتاعنا هنقطعه بقى زي هتقطعيه زي ما بتجيبيه من المحل بالظبط. اهو اتك على الصدر جامد وهتقطعي معاكي احلى بانيه هتعمليه. طبعا الفرخة دي كانت معايا حوالي 2 كيلو وربع، فقطعت معايا 6 قطع من البانيه جميلة جدا تكفي نفرين 2 ما شاء الله، تتغدوا بيهم بألف هنا ما شاء الله عليهم. هنجيب بقى الصدر اللي احنا خليناه هنخلي منه الشاورما بتاعتنا. هتعملي منها نجريسكو، وتعملي منها صينية مكرونة عادية او مكرونة بالفراخ اللي يعجبك، او اي حاجة تعجبك جدا هتعمليها او هتاكليها بعيش. هنقطع الأجنحة كده بالطريقة دي. وبعد ما قطعناها والهياكل دي هتبقى تعمليها شوربة، عايزة تزودي الطبيخ بتاعك بالشوربة بتاعتها بتبقى مرقة جميلة جدا. هنقطع الستريبس عفوا، هنقطع الشاورما بتاعتنا بالطريقة دي. الستريبس بتاعنا بتقطع كده
بالطول كده هتطلعيه بأحلى قطع ستريبس ممكن تعمليه. وكده انا اكون طلعت من الفرخة بتاعتنا الدبابيس، ومعانا الكنتاكي، ومعانا طبعا الشاورما، ومعانا احلى ستريبس، ومعانا قطع الدجاج اللي ممكن تحطيها على صينية بطاطس او ان انت تعملي مرقة منها. اللي وصل الفيديو لغاية هنا ما ينساش يفعل زر الجرس واشترك في القناة ليوصلكوا كل جديد. ما شاء الله سيبنا فرخة لوحدها، وادي الستريبس، وادي البانيه، وادي الحاجات الجميلة اللي احنا عملناها معاكم. هنبدأ بقى نشوف الفراخ بتاعتنا وفرت معانا ولا لأ. هنوزن كل حاجة طلعناها قدامكم وهتشوفوا ما شاء الله. شوفوا البانيه بكام دلوقتي، والأجنحة بكام، والكبد والقوانص، وعندكم الستريبس هو نفس سعر البانيه، والشاورما نفس سعر البانيه. حاجة جميلة خالص طلعناها من 5 فرخات، ووجبات كتير تكفيكي طول الشهر. الميزان بتاعنا وصفرناه، وهنوزن معانا الستريبس بتاعنا، وهقول لكم طلع معايا كام بالظبط. 900 جرام، يعني داخل على الكيلو. قطع دلوقتي الكيلو البانيه يعمل له 165 جنيه، والكيلو الستريبس 65 ب165، والشاورما 165. البانيه بتاعنا طلع 1200 جرام، وادي الشاورما بتاعتنا طلعت 490، يعني داخله على النص كيلو. وادي الكبد والقوانص بتاعتنا 600 جرام. ما شاء الله، يعني ميزان حاجه كده من الاخر، يعني هتوفريها. وادي الاجنحه بتاعتنا، الاجنحه ما شاء الله سعرها غالي، ادي 700 جرام. ما شاء الله طلعنا وجبات الشهر من الفراخ، وغير ما يكون عندك لحمه، وغير ما يكون عندك اسماك. ما شاء الله حاجه كده يعني. وبقيه الشهر ممكن تمشيه، يعني يوم كده ويوم كده بتعدي، والحمد لله على كل شيء. اهم حاجه ربنا يبعد عننا المرض، احنا وكل المسلمين يا رب. شوفوا الجمال والحلاوة اللي احنا عملناها، هتعجبكم جدا. وادي فرخة معايا حوالي 1700 جرام بالطريقة دي. وادي الهياكل بتاعتنا داخلة على الكيلو، ادي 800 جرام. كل حاجة هتستفادي منها. وادي ما شاء الله من كمية طلعنا احلى وجبات ممكن تقدري تعمليها. لو انت حابة تسيبي الفراخ سليمة، فنضفيها زي ما قلتلك، وحطيها نضيفة قبل ما تدخليها الفريزر، وتصفيها كويس من المية قبل ما تحطها في الكيس وتخرجي الهواء منها. ودي بعد ما خلصنا تقطيع الفراخ بتاعتنا، وتكون الاوزان زي ما قلتلك كبيرة، ما شاء الله هتطلعي احلى وجبات. وده ما شاء الله الكمية. وسيبنا فرخة، وعملنا شوفوا بانيه، وعملنا ستريبس، وعملنا كبد وقوانص، وكنتاكي أجنحة، ودبابيس، وهنعمل أحلى شوربة كمان. ما شاء الله الله أكبر. وده كان فيديو النهاردة، وأشوف وشكم فيديو جديد إن شاء الله. كانت معاكم ولاء أحمد من أكلك أحلى مع ولاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحلى متابعين.